السلام عليكم. طبعا هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم، يعني العميل كان عايز حاجه مميزه، فاحنا شفنا له الفكره دي ان تكون قاعده نفسها السيت ده يكون معلق، كمان يكون في اضاءه كده خفيه تحت. الصراحه ادت شكل جميل جدا للقعده. ليه عملنا الحركه دي؟ هنا طبعا انا عندي هنا عايز افرش سفره مع المطبخ، فعندي هنا الممر ضيق، وعندي المنطقه الحيط في المنطقه الثانيه في طبعا اللي هي الركنه مع شاشه التلفزيون، فكان لازم ان انا الزق كده في الحيطه. فشفنا فكره ان احنا نخلي دي قاعده سيت ثابت معلق شيسات حديد ونتجلد عليه خشب، ونفس الخشب ده بتاع السفره هو نفس الخشب اللي موجود في التجاعيد واللي موجود كمان في المطبخ، وقربنا منه في الابواب. طبعا مع تطعيمات هنا تمام، البدايل مع الجزامه. المطبخ ده طبعا فيه نيش هنا برضه احنا فصلناه كده في نص، في هنا كده نيش في اضاءه، مع المطبخ ده كان مقفول فتحناه بالطريقه دي. جينا وزعنا هنا برضه البدايل هنا ورا، لسه في تابلوت اتعلق ولسه في الرتوش الاخيره، بس بنصور لكم يعني اثناء التسليم. في المنطقه اللي هنا شاشه تلفزيون لطيفه تمام، مع شيبورد بدائل، وهنا كمان هتيجي في شاشه يعني في التصميم مع الرف المعلق. هنا في ركنه معموله كستمايز عليه وفقا للديزاين تمام، مع البطاط ديت، مع هنا حرف اكسسوارز، رفع اكسسوارز مع الشيبورد مع تجليات خشبيه.